خوتي، هذه كاستر سيمينيا في البرازيل في الالعاب تاع ريو، هي واللي ربحوا معها زوج، يعني لقاو هما كلهم ايبر اندروجين وكلهم عندهم هذيك الطاقه وهذيك الهرمونات القويه وهربوا على المنافسات الاخرين بزاف. ابارتير دو لا تسمى قرروا باللي هذاك ما كانش اكيليبر حسب ما يقولوا هما. انا نقول لكم مش يقولوا، مش قاعد نجوستيفي، قاعد نقول لك كيفاه جات الفكره وكيفاه تطورت باش تفهموا اللي ماهيش قضيه خاصه غير بالجزائر برك. يعني من هنا من هذيك لا دات يا خوتي ديسيداو انهم هذوما اللي عندهم فوق 5 نانومول في اللتر من يعني التستوستيرون، يعني ما تقدرش تسمى راك هارب على نورمال حسب ما يقولوا هما. دونك داروا هذا القانون في هذه لا ديسيبلين بين ال 400 وال 800، وبداو كل ديسيبلين يديروا لها هذا نقولوا ريستريكسيون كيما نقولوا احنا. طبعا هي ما عجبهاش الحال والناس ما عجبهمش الحال واثرت فيها وصار لها كيما صرا الايمان صدمه كبيره لانها كانت رايحه تربح المنافسات هذيك. نشوفوا في الروبورتاج. تفضل خويا المخرج. شفتوا خوتي الفكره اللي حاب نقولها لكم باللي صرا لها نفس القصه اللي صرات للبطله الجزائريه ايمان، نفس القصه، منافسه رايحه تربح يديروا تيست ويقول لها ايبر اندروجين. هما تانا ريبوها كسروها وهما تانا ظلم كيما ظلموا ايمان. طبعا هذه الفيدراليه اكسيتيرا لانه شافوا كيما يسميوها هما مال بيولوجيك. يا لطيف اسم ما نعرف ساعات عندهم واحد الاسامي يا لطيف، هي مرأة هي انثى كيما نقولوا احنا، بصح هما دابري لي زاناليست تاع التستوستيرون قال لك لا ما بالنسبه لنا مال بيولوجيك. فانا الفكره الاولى حبيت نقول لكم باللي راهي صرات وراهي تسرى، يعني ماهيش حاجه اكسبسيونيل. حتى البطل العالم حتى على نهار قبل المنافسه ولا اسبوع قبل وكذا وكذا وكذا. لكن هنا نجيو لنقطه المؤامره هذه. السود افريكان والمجتمع تاعها كيفاه تعاملوا؟ هل قالوا راح ندافعوا لانها مؤامره ضد الافريك دو سود، لانها مؤامره ضد السود، لانها مؤامره ضد الاعلام؟ نسمعوا كيفاه المجتمع تاعهم تناول هذه القضيه. تفضل خويا المخرج. لا شفتوا يا خوتي هما خداوها من جانب الدفاع عن حقوق الانسان. كيفاه مرات سماها مال بيولوجيك؟ باي حق؟ باي حق ديسيدي باللي النسبه هذه تجعل منها مراه والنسبه هذه تجعل منها رجل وهي مراه؟ انت شكون؟ فكان نضالهم نحو الحريات الشخصيه، الحريه الشخصيه، نوتر مونتاليتي في الفيلوزوفي تاعهم في الدفاع. الانسان حر والمراه حره، كيفاه انت تحكم عليها راجل ولا امراه؟ منهجيه اخرى. احنا لا، احنا هي مؤامره ضد الوطن من عند زوج بلدان باش الاعلام ما يطيحش ما يطلعش وباش مونتاليتي واحده اخرى خلاها. منين جات هذه ومنين جات هذه؟ علاه هما يفكروا بمنطق عام حقوق الانسان وحنا من القضيه تاع المؤامره. حنا حتى كون واحد يخزك الابره، حق الابره هي مش ملاحه، بس على الابره هي مؤامره. من وش انا مؤامره من زوج بلدان معروفين وعلى الحدود ودارون ينقص شويه بطاطا ولا شويه خرشف، مؤامره من زوج بلدان. غسلوا عقول الناس بكلمه مؤامره. عاد اي انسان حتى يطيح في الطريق يقول مؤامره، ضربوني باللازير من فوق من المغرب، ضربوني باللازير باش طحت. مؤامره لا 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 ماهيش مؤامره. هذه تسرى وصرات وهي داخله فيها لون كومبا تاع حقوق الانسان، خاصه حقوق المراه. كيفاه انت هذه المنظمه وهذوما اللي حاكمين اللوبيات الكبار تاع الرياضه يروحوا يصنفوها مال بيولوجيك ولا فمال بيولوجيك ولا ما نعرف كيفاه تصنفها. فهذا نضال منذ مده وهو قائم على اي اساس تصنفوا الناس، ما عنده اي دخل بالمؤامره. هذه بركه من تلمو داروا لنا عقولنا، عدنا اول حاجه نخموا هم داروها مكره وصابوطاج باش يطيحوا الجزائر. لا، صرات قبل. والافريك دو سود ما جبدوش خلاها باللي حابين يطيحوا الافريك دو سود، جبدوا قالوا لا هذا سي ان كومبا تابع لي دروا دو لوم ولا ليبرتي بيرسونيل تاع المراه ولا تاع الشخص في حد ذاته. فشفتوا كيفاه يا خالتي احنا مع البطله ونساندوها وما عندناش مشكل في هذه، وظلمت كيما ظلموا هذوما كل ماشي مشكل. لكن شفتوا كيفاه لا بيرسيبسيون تاع الموضوع، هذا يشوف فيه مؤامره وهذا يشوف فيه لا، هذا نضال داخل في واحد كاتيجوري تاع حقوق الانسان والمراه، وباي حق تقول عليها مال بيولوجي وكذا وكذا. ان شاء الله نكونوا بركه وفينا في هذا الموضوع يا خوتي، لانه هضر عليه بزاف، ونتمناو انه بيان سور الفيدراليه دير الركور وتنضم الى الدفاع عن
حقوق الإنسان، ولو أنه هذا موضوع اللي حكاوا عليه الإخوة اليوم والحريات وكذا. دونك جيسبر كو إن شاء الله نتوعاو ونفهموا أصل المشكل ونفهموا علاه ماهيش أصلا مؤامرة، وإنما هي كما قلنا احنا موضوع كبير. نرجع للمكالمات فيت في أخويا المخرج، مازالنا شوية وقت. حمادة من الجزائر، السلام عليكم سي حمادة، ارجع عنا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، قطعت أخويا، تفضل سي حماد. الله يبارك فيك يا سي لطفي. والله يا سي لطفي أنا انشغالي الوحيد أنا خايف أن نتكلم معك اليوم ويجي يقول لك الأستاذ حمادة في مؤامرة. عندنا خايفين. شوف يا سي لطفي، أنا نقول لك أنا كلمة واحدة بك. احنا مادام عندنا ميزانية وزارة التربية من أضعف الميزانيات الموجودة على المستوى الوطني، استنى جميع الآفات واستنى جميع شوف الحاجة اللي ماشي مليحة كاملة من سوء أخلاق وسوء تربية وسوء كان استناها. ما زلنا رايحين للبعيد، لكن رايحين للبعيد في النيجاتيف. هذا الشيء هذا أنا كنت نقوله عبر وسائل الإعلام وفي مختلف القنوات التلفزيونيه الخاصه. شوف انا مستغرب له. كاين ايام، كاين واحد العوام كنت انتقد السعيد بوتفليقه وما دخلتش للحبس. كان ايام كنت انتقد وزاره خاصه في القطاع السياحي لانه هذاك هو المهام نتاعي وما دخلتش للحبس. ما نكذبش عليك، انا من 2020 وليت ما نروحش للقنوات التلفزيونيه. تعرف علاش؟ وليت نخاف نخرج نروح للحبس. هذه بكل صراحه خبراء وعلماء جزائريين جبدوا خلاص من الساحه السياسيه. تعرف علاش؟ لانه الصراعات اللي راهي موجوده بيناتهم ديجا تكفي تهجر امه. حنا نقولها ونعاودها ورانا رايحين بهذه العقليه فقط. انت راك جبت لي مسؤولين تاع كره قدم، مسؤولين كره القدم شكون اللي يربيهم؟ يربيهم وزير الرياضه. وزير الرياضه اصلا شكون اللي يربيه؟ انا ما كنتش غلط في عوام سبق كي كنت اطلب رسكالات اطارات مختلفه الوزارات. انا كي جيت تبدل لي وزير كل 3 سنين و4 سنين، والاطر والمدراء المركزيون اللي مختلف الوزارات مازالوا موجودين من السبعينات. كان ناس ما دارش حتى هنا الكارثه الكبرى. هاد الناس دوك نفهمك مليح، وزير يتبدل الاخطبوط راس الوزير، ادعوا الاخطبوط هم المدراء المركزيون اللي يسيروا السلطه او يسيروا النظام. لانه باش نقولوا يسيروا الدوله نزيدوا نروحوا لحاجه واحده اخرى. لانه راني نقول كي قلت اعاده رسكالات ما كنتش غلط، كي قلت حاله الجلهم الى التقاعد ما كنتش غلط. كاين حاجه واحده اخرى، انا كي كنت نقول في مختلف البلاطوهات موجوده يقدر اي واحد يدخل يشوف حصص التلفزيونيه يتاكد. في وقت السعيد وين كانت الناس ما تنزلش راسها وين كانت الناس تعبت في الكامب، كنت نقول لهم ونزيد نعاودها لهم اليوم، الوزاره اللي ما فيهاش انضباط مهني يحط قشه ويروح يروح.